السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله احنا هنعمل مع بعض فطيرة الطاسة بالجلاش بكمية لحمة بسيطة جدا، والطعم حكاية وحاجة كده أكلة سريعة وفي نفس الوقت سهلة ومش مكلفة ومش هتاخد منك وقت كتير. اللي أول بقى مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونخش نشوف هنعمل ايه. أول حاجة بقى ايه، جبت طاسة وحطيت فيها نص معلقة سمنة. نص معلقة سمنة ايه بتاعت الأكل اللي انت بتاكلي بيها، سمنة بلدي، سمنة اللي متاحة عندك، بس أنا حطيت سمنة بلدي بتديها طعم حلو قوي. حطيت بقى فيها ورقتين لورا، ورقة وعود حبهان وعود قرفل وعود قرنفل وفص مستكة. يا دوبك بس كده يتشوحوا ويدونا بقى الريحة بتاعتهم كده الجميلة. بعد كده نزلت عليهم بإيه بقى، بربع كيلو لحمة مفرومة. وفيها نسبة دهون، يعني ربع كيلو لحمة مفرومة وفيها نسبة دهون. طبعا وزعتها كده زي ما انتوا شايفينها لحد ما ايه بس يعني تتشمع. بعد كده بقى نزلت عليهم بمعلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح، وايه بقى وقلبتهم مع بعض. يعني بعد ما اتشمعت بقى كده قلبتهم ايه مع بعض علشان لحد ما تغير لونها زي ما انتوا برضو شايفينها كده. قلبت فيها كده شوية، يعني ما خدتش مني برضو دقيقتين في التقليب لحد ايه ما يعني تغير لونها وتدينا اللون ايه الحلو كده بتاع اللحمة بدل ما اللون الاحمر ايه الفاتح ده. خلاص كده زي ما انتوا شايفينها. بعد كده بقى نزلت عليها بايه، ببصلتين كبار مبشورين بناحية المبشرة اللي هي الكبيرة، العين الكبيرة مش الناعمة. لو انت عايزة برضو تضربيهم في الكبة هي ضربة واحدة بس، يعني ما تفرمهاش ناعم قوي عشان يبقى ايه فيه طعم كده لايه للبصلايه مع اللحمه. برضو هقلبهم مع بعض لحد ما البصلايه تدبل. بصي بقى تديك الريحه الجميله دي، ريحه مش عايزه اقول لك خطيره جدا. نزلت بقى عليهم طماطمايه صغيره متقطعه برضو مكعبات صغيره، حطيتها برضو عليهم وقلبتها تقلبتين لحد برضو ايه ما الطماطم برضو ايه يعني دبلت شويه. يعني انا مش عايزه اخفي معالم الحاجه دي كلها، تبقى فيها كده طعم جميل قوي. بعد كده بقى رحت نازله عليهم بايه بفلفل الوان احمر واخضر واصفر، الكميه اللي انت عايزاها. يعني عايزه تكتري الفلفل والبصل برضو عادي، عايزه تحطي الكميه اللي انا حطيتها دي برضو ايه جميله جدا. وبدل ما هو كان ربع كيلو بس لحمه بقت حاجه كبيره كده في الطاسه قدامكم زي ما انتم شايفينها كده. اقلب برضو فيها تقلبتين كده لحد برضو ما الفلفل ايه يعني برضو يدبل سنه، يعني برضو مش قوي. بعد كده نزلنا بقى بايه بمعلقه توم باودر صغيره ومعلقه بصل باودر صغيره وربع معلقه جنزبيل برضو صغيره، ربع معلقه قرفه، معلقه بابريكا مدخنه، ومعلقه السبع بهارات ومعلقه بتاع بهارات اللحمه. كل دي معالق صغيره. قلبي برضو فيها ايه بقى تقلبتين كده بس لحد ما التوابل دي ايه تتجانس معاها وتخش كده مع بعضها، عشان انا مش عايزاها تدبل قوي كده. خلاص كده جبت بقى لفة جلاش، باخد منهم ورقتين ورقتين، فردتها كده. حطي بقى فيهم معلقة بقى من اللحمة المعصجة دي الجميلة، الريحة بتاعتها حكاية خطيرة. افرديها بقى كده وتحطي عليهم ايه ميكس جبن اللي عندك، يعني جبن رومي، جبن نستو، جبن بصي اللي انت عايزاه حطي فيها حبة جبنة بس كده يطعمها. وانا برضو ما دهنتش الورقه سمنه عشان قلت لك مش عايزه سمنه كتيره، دهنت بس فين الجوانب بحاجه بسيطه برضو بالفرشه كده. وتنيتها بقى زي ما انت كده شايفاني زي المنديل، الجنب ده والجنب التاني عليه والجنبين ايه اللي هما الصغيرين اللي على جنب، اللي ما تديكي شكل الفطيره كده الحلوه. شايفاها بقى بصي بقى شكلها جميل ازاي واللحمه فيها باينه كده. دي برضو هو ورقتين تاني. حطيت بقى ورقه في النص عشان معلش انا نسيت احط ورقه بقى في النص في الجلاشه الاولانيه. حطيت بقى هنا ورقه في النص عشان اللحمه دي ما تنقعش من تحت والورق ايه يتقطع معاكي. حطي ورقه كده بس خفيفه في النص كده صغيره، برضو حطي عليها ايه اللحمه المفرومه المعصجه دي الجميله، وايه وحطي عليها برضو ايه شويه الجبن. وزي ما قلت لك اي جبنه عندك متاحه تحطي عليها بس بتطعمها زياده. ادهني بقى الطرفين كده اللي هم الاربع جوانب، وتتنيها برضو زي المنديل كده، تطبقيها زي المنديل، وتحطي برضو الجنبين كده اللي في الجناب. يعني طبقيها كلها كده زي ما انت ايه بتشوفي الفطيره المربعه دي كده الحلوه. خلصي بقى الكميه بتاعتك كلها. لفه الجلاش كلها دي عملت معايا 10 فطاير ومليانين زي ما انتوا شايفين كده، مش حاجه بسيطه حطيت فيها. لا ليه بقى، لان المكونات اللي حطيناها كلها دي على بعضها كترت اللحمه ايه الربع كيلو بقى يعني دخل في النص كيلو.
هنيجي بقى ايه، نجيب الطاسه اللي احنا ايه هنعمل فيها، نحمر فيها ايه الفطيره. دهنتها بس بالفرشه. يعني بصوا بقى السمنه اللي انا حطيتها دي كلها ما خدتش معاها سمنه كتير، دهنتها بس بالفرشه بس كده. حطينا بقى ايه الفطيره على الناحيه اللي احنا ايه مطبقينها من تحت، عشان اول ما تحطيها طبعا في الطاسه ما تخليش ايه الطروف بتاعه دي تبقى ايه يعني تترفع كده وتحمر وتقفع. لا، انا عايزاها بقى ايه الورقتين اللي انت طبقتيهم تبقى من تحت. بعد بقى ما اداني اللون الجميل اللي قدامك دوت، رحت مقلباها على الناحيه التانية علشان برضو ايه تدينا اللون الحلو ده. يعني هتاخد منك 3 دقايق في الاول، 3 دقايق في المره التانية بعد التقليب، مش هتاخد منك وقت كتير. استوت بقى طبعا اهي، وطلعتها على طبق لحد ما ايه تخلصي بقى الكميه بتاعتك كلها. برضو تاني اهو، يعني ايه كل ورقه تدهني بس ايه الطاسه بالفرشه كده دهنه بسيطه. زي ما انتوا بقى شايفين، بصوا بقى الجمال ده والطعم حكايه، والريحه عايزه اقول لك خطيره. والايه والفطيره اللي هي بالجلاش يعني مليانه مش فاضيه، لا حلوه قوي. يعني طعمها جميل وريحتها حلوه قوي قوي، وهتعجبك جدا. واعملي بقى جنبها شويه سلطه طحينه بالزبادي، او سلطه خضار، او شويه مخلل طبعا من اللي احنا مخللينه قبل كده مع بعض. يعني اي حاجه جنبها جمليها بس بحبه خضره كده، وايه والطعم جميل جدا. وهتدعيلي، واكله سهله جدا وما خدتش معانا وقت ومش مكلفه. اللي اول مره بقى يشوف القناه يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. واكله جميله جدا وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.